السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده راجعة معاكم هعمل لكم كبد وقوانص بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، زي ما انتم شايفين طريقتها جميلة وسهلة وبسيطة وهتحبوها وجميلة جدا وشهية ولذيذة. اتمنى ان انتم تجربوها. حبايبي ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناة والمتابعة على الصفحة، هنزل لكم حاجات جديدة هتعجبكم ان شاء الله. اتمنى ان انتم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ونبتدي بسم الله. النهارده هنستخدم في الطريقة بتاعتنا كيلو كبد على قوانص. هنمسك الكبد والقوانص نغسلها كويس جدا يا جماعه وننقعها بالخل. هنقطعها صغير زي ما انتم شايفين كده، وهنجيب فلفل متقطع، بصل متقطع، توم مفروم بالفلفل، والبهارات ملح وكمون وكزبره وشطه. يلا بينا مع بعض نبتدي الوصفه بتاعتنا النهارده. هنجيب على البوتاجاز ووك ونحط فيه الزيت، ويبتدي لما الزيت يسخن شويه هنبتدي نضيف اول حاجه القوانص مغسوله كويس ومنقوعه في الليمون يا جماعه. هنبتدي بقى نضيفها اول ما الزيت يسخن معانا على النار عشان هي بتاخد وقت في التسويه، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هبتدي اقلبها كويس على النار، اديها كده بتاع 10 دقايق الاول هي على النار، وافضل ايدي فيها اقلب فيها واضيف لها شعره فلفل اسود، وابتدي اقلب فيها برضو ايدينا فيها، ما نسيبهاش يا جماعه في التقليب لحد ما تخش في التسويه شويه بشويه. هنا بعد كده بقى ما دخلت في التسويه هنبتدي نضيف اول حاجه معانا التوم، ونقلب يا جماعه برضو كل حاجه نحطها نقلبها معاها. اجي التوم ابتدينا نقلب فيه، بعد كده هنضيف البهارات اللي احنا حاطينها مع بعض برضو مع التقليب، وبعد كده هنضيف الفلفل دقيقه مع بعض برضو ياخدوا كده مع بعضيهم تقليبه كويسه جدا. ونبتدي بعد كده هنضيف الكبده، وما تقلبيش كتير بقى لما تيجي تضيفي الكبده عشان ما تتهرش منك، هي تقلبتين كده نستنى شويه، وبعد كده نرش الملح، وهنرش شويه خل، معلقه خل بس بسيطه كده ما نكترش الخل، ونديها تقليبه ونسيبها بتاع برضو 5 دقايق، ونضيف الليمون اخر حاجه خالص على النار. وهنا هنسيبها 5 دقايق على النار تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تستوي يا جماعه، وهرجع لكم تاني تكون استوت. وهنا كده استوت وقدمتها، ممكن انتي تعملي جنبها طبق مكرونه وبألف هنا. واتمنى ان انتوا تجربوها، والاشتراك وتدعموني بلايك والمتابعه، وتكتبوا لي اي تعليقات او اي حاجه حابين ان انتوا اعملها لكم واجربها لكم، اكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.